لو بصينا على خريطة القوى الجوية في العالم، هنلاقي إن أغلب الدول بتعتمد على مصدر واحد للسلاح، يعني يا إما طائرات أمريكية بالكامل، يا إما روسية أو أوروبية. لكن قليل جدا من الدول اللي قدرت تبني سلاح جو معتمد على مدارس مختلفة في نفس الوقت، وتخلي المنظومة كلها تشتغل مع بعض بكفاءة. مصر واحدة من الدول دي. القوات الجوية المصرية النهاردة مش مجرد مجموعة طيارات مقاتلة وخلاص، لكن منظومة كبيرة ومعقدة بتجمع طيارات أمريكية وفرنسية وروسية وأوروبية، وبتشغلهم كلهم مع بعض داخل شبكة واحدة فيها مقاتلات حديثة وطائرات إنذار مبكر ومروحيات هجومية وأسطول نقل عسكري ضخم. وكل ده بيشتغل مع بعض عشان يكون قوة جوية قادرة تتحرك بسرعة وتغطي مساحات كبيرة جدا. لكن القصة الحقيقية للقوات الجوية المصرية ما بتوقفش عند عدد الطيارات بس، لأن اللي بيحصل في السنين الأخيرة هو إن مصر بدأت تتحرك خطوة جديدة، وهي إنها ما تبقاش مجرد دولة بتشتري السلاح من الخارج، لكن دولة بتحاول تدخل في مرحلة التصنيع العسكري. وده ظهر بوضوح في مشاريع الطائرات بدون طيار، وفي التعاون الصناعي مع شركات عالمية لتصنيع أجزاء من الطائرات الحديثة داخل مصر. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا: هل القوات الجوية المصرية فعلا أصبحت واحدة من أكبر وأقوى القوات الجوية في المنطقة والعالم؟ وإيه هي الطيارات اللي بتعتمد عليها مصر دلوقتي؟ وإيه الصفقات الجديدة اللي ممكن تغير شكل سلاح الجو المصري في السنين الجاية؟ ده بالظبط اللي هنحاول نفهمه في الحلقة دي، لأن قبل ما نتكلم عن الطيارات نفسها لازم الأول نعرف الصورة الكبيرة، وهي حجم القوة الجوية المصرية الحقيقي. علشان نفهم القوة الجوية المصرية بجد لازم الأول نبص على الصورة الكبيرة، لأن أي سلاح جو في العالم بيتقاس بثلاث حاجات أساسية: حجم الأسطول، تنوع الطائرات، وقدرته على تشغيل المنظومة كلها مع بعض بكفاءة. ولو بدأنا بالحجم فالأرقام هنا مثيرة للاهتمام جدا. طبقا لتقرير فلايت جلوبال اللي بيصدر كل سنة وبيعتبر واحد من أهم التقارير العسكرية في العالم، القوات الجوية المصرية بتمتلك أكثر من 1000 طائرة عسكرية بين مقاتلات ومروحيات وطائرات نقل وتدريب. وده رقم كبير جدا يضع مصر ضمن أكبر 10 قوات جوية في العالم من حيث العدد الإجمالي للطائرات. لكن الرقم لوحده ما بيحكيش القصة كاملة، لأن لما نحلل الأسطول المصري بشكل أدق هنلاقي إن مصر تمتلك حوالي 300 إلى 330 طائرة مقاتلة جاهزة للقتال الجوي، بالإضافة إلى مئات الطائرات الأخرى الخاصة بالتدريب والنقل والمروحيات القتالية. وده معناه إن القوات الجوية المصرية مش مجرد قوة عددية، لكن قوة متعددة المهام قادرة تنفذ عمليات مختلفة في نفس الوقت. ولو بصينا على التصنيفات العسكرية العالمية هنلاقي إن موقع جلوبال فاير باور اللي بيقارن قدرات جيوش العالم كل سنة بيضع الجيش المصري عموماً ضمن أقوى 20 جيش في العالم. وده تقييم بياخد في الاعتبار عناصر كتير زي التسليح واللوجستيات والاقتصاد والقدرة الصناعية. لكن الأهم من الترتيب نفسه هو طبيعة الأسطول الجوي المصري، لأن أغلب القوات الجوية في العالم بتعتمد على مدرسة تسليح واحدة. يعني مثلاً دول كتير بتعتمد بالكامل على الطائرات الأمريكية أو الروسية أو الأوروبية. التنوع ده بيدي القوات الجوية المصرية مرونة كبيرة جداً، لأنه بيمنع الاعتماد الكامل على دولة واحدة في التسليح، وده شيء مهم جداً في السياسة العسكرية. لكن في نفس الوقت التنوع ده بيخلق تحدي كبير، لأن تشغيل طائرات من مدارس مختلفة يعني إنك محتاج أنظمة صيانة مختلفة وقطع غيار مختلفة وذخائر مختلفة وحتى برامج تدريب مختلفة للطيارين والمهندسين. ورغم التحدي ده نجحت مصر على مدار عقود في بناء منظومة تشغيل تعتمد على عنصر تاني مهم جدا، وهو البنية التحتية الجوية. القوات الجوية المصرية تمتلك شبكة كبيرة من القواعد الجوية العسكرية المنتشرة في أنحاء مختلفة من مصر، من البحر المتوسط شمالاً إلى البحر الأحمر جنوباً، ومن الحدود الليبية غرباً إلى شبه جزيرة سيناء شرقاً. الانتشار ده بيسمح للطائرات المصرية إنها تتحرك بسرعة وتغطي مساحات ضخمة في وقت قصير، وده عنصر مهم جداً في أي صراع عسكري حديث. كمان مصر تمتلك أسطول كبير من طائرات التدريب، ودي نقطة ناس كتير ما بتركزش عليها. لكن الحقيقة إن وجود عدد كبير من طائرات التدريب معناه إن الدولة عندها قدرة مستمرة على تخريج أجيال جديدة من الطيارين المقاتلين، وده عنصر أساسي لاستمرار القوة الجوية على المدى الطويل. لكن مع كل الأرقام دي السؤال الحقيقي ما زال قائم: هل حجم الأسطول المصري مجرد رقم كبير، ولا وراه منظومة قتال جوية متكاملة؟
علشان نجاوب السؤال ده لازم نبص على العمود الفقري الحقيقي للقوات الجوية المصرية، وهو أسطول المقاتلات. بعد ما عرفنا حجم القوات الجوية المصرية وقد إيه الأسطول نفسه كبير ومتنوع، نقدر دلوقتي ندخل على الجزء الأهم في أي سلاح جوي في العالم وهو أسطول المقاتلات. لأن المقاتلات هي اللي بتشكل العمود الفقري الحقيقي للقوى الجوية، وهي اللي بتحدد قدرة الدولة على فرض السيطرة في السماء وتنفيذ الضربات الدقيقة على الأرض. القوات الجوية المصرية مبنية على فكرة مهمة جداً، وهي إن القوة الجوية ما تعتمدش على طائرة واحدة فقط، لكن تعتمد على طبقات مختلفة من المقاتلات. كل طبقة ليها دور مختلف في المعركة الجوية، وده بيخلق توازن بين العدد والقدرة القتالية والتكلفة التشغيلية. أكبر وأهم طبقة في الأسطول المصري هي المقاتلة الأمريكية الشهيرة F-16 Fighting Falcon. الطائرة دي تعتبر العمود العددي الأساسي لسلاح الجو المصري، ومصر بتمتلك واحد من أكبر أساطيل ال F-16 خارج الولايات المتحدة بعدد يزيد عن 160 طائرة من نسخ مختلفة. دخل أغلبها الخدمة بداية من الثمانينات، واستمر تطويرها عبر مراحل متعددة. ال F-16 طائرة متعددة المهام، وده معناه إنها قادرة تنفذ أكتر من نوع من العمليات في نفس المهمة. فهي قادرة على القتال الجوي ضد الطائرات المعادية، وتنفيذ ضربات أرضية ضد أهداف ثابتة أو متحركة، وكمان تنفيذ مهام الدعم القريب للقوات البرية. الميزة الكبيرة في ال F-16 إنها طائرة مجربة جداً، استخدمتها عشرات الدول حول العالم في حروب مختلفة، وده خلى أنظمتها القتالية والتكتيكات المرتبطة بيها تتطور عبر السنين، وخلى الطيارين المصريين يكتسبوا خبرة كبيرة في تشغيلها. لكن مصر لم تعتمد على الطائرات الأمريكية فقط. في منتصف العقد الماضي، اتخذت القاهرة خطوة مهمة جداً في تحديث سلاح الجو، وهي إدخال واحدة من أحدث المقاتلات الأوروبية متعددة المهام إلى الخدمة، وهي الطائرة الفرنسية داسو رافال. مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على الرافال، وده حصل في صفقة كبيرة مع فرنسا تم توقيعها سنة 2015. وبعدها بسنوات قليلة تم توقيع صفقة إضافية لتوسيع الأسطول. الرافال تعتبر من الجيل المتقدم من المقاتلات متعددة المهام، وهي مصممة لتنفيذ مجموعة واسعة جداً من العمليات، من القتال الجوي إلى الضربات الأرضية بعيدة المدى، مروراً بمهام الاستطلاع والحرب الإلكترونية. الميزة الأساسية في الرافال إن الطائرة نفسها بتجمع أنظمة إلكترونية متطورة جداً، زي رادارات حديثة وأنظمة تشويش إلكتروني، وقدرة على استخدام مجموعة واسعة من الذخائر الذكية، وده بيخليها طائرة مرنة جداً في العمليات الحديثة. وبجانب الطائرات الأمريكية والفرنسية، يوجد في الأسطول المصري أيضاً مقاتلات روسية حديثة نسبياً، وأبرزها الطائرة ميج 29M. النسخة دي من الميج 29 تعتبر تطوير حديث للطائرة الأصلية اللي ظهرت في الاتحاد السوفيتي في الثمانينات، وتم تحديثها بأنظمة رادار وإلكترونيات طيران حديثة، بالإضافة لقدرتها على حمل صواريخ جو وجو أرض متنوعة. وجود الميج 29 داخل القوات الجوية المصرية بيضيف بعد مهم جداً للتنوع التسليحي، لأن المدرسة الروسية في تصميم الطائرات المقاتلة مختلفة عن المدرسة الغربية، سواء في طريقة القتال أو في أنظمة التسليح. لكن الأسطول المصري لا يتكون فقط من الطائرات الحديثة. هناك أيضاً مقاتلات خدمت لعقود طويلة داخل القوات الجوية المصرية، وما زالت تلعب دوراً في المنظومة الجوية، وأشهرها الطائرة الفرنسية داسو ميراج 2000. الميراج 2000 دخلت الخدمة في مصر في الثمانينات، وكانت في وقتها واحدة من أكثر المقاتلات تقدماً في العالم، وما زالت حتى اليوم تعتبر منصة قوية في مهام الدفاع الجوي. إلى جانبها توجد أيضاً المقاتلة الأقدم داسو ميراج 5، وهي طائرة خدمت لفترة طويلة في القوات الجوية المصرية، وكانت جزءاً مهماً من تحديث سلاح الجو في السبعينات والثمانينات. وجود هذه الطبقات المختلفة من الطائرات داخل نفس الأسطول مش مجرد صدفة، لكنه نتيجة فلسفة عسكرية واضحة. الفكرة ببساطة إنك بدل ما تعتمد على طائرة واحدة باهظة الثمن لتنفيذ كل المهام، بتبني منظومة متعددة الطبقات، فيها طائرات حديثة للمهام المعقدة، وطائرات أخرى أقل تكلفة للمهام اليومية، وده بيسمح بإدارة الموارد العسكرية بشكل أكثر كفاءة. النتيجة النهائية إن القوات الجوية المصرية اليوم تمتلك مزيجاً من الطائرات الأمريكية والفرنسية والروسية، وكل نوع منها يؤدي دور مختلف داخل شبكة العمليات الجوية. لكن حتى مع وجود هذه المقاتلات القوية، تظل هناك عناصر أخرى لا تقل أهمية في أي معركة جوية حديثة، لأن الطائرات المقاتلة مهما كانت متطورة تظل بحاجة إلى شيء أساسي جداً: العيون التي ترى المعركة قبل أن تبدأ. وده يقودنا إلى الفصل القادم،
حيث سنتحدث عن أحد أهم أسرار القوة الجوية الحديثة، طائرات الإنذار المبكر والسيطرة الجوية. بعد ما اتكلمنا عن المقاتلات اللي بتشكل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية، لازم نفهم حقيقة مهمة جدا في الحروب الحديثة، وهي إن الطائرات المقاتلة لوحدها ما تكسبش الحرب الجوية. الطائرة المقاتلة مهما كانت متطورة، رادارها في النهاية ليه مدى محدود، والطيار بيشوف جزء صغير جدا من ساحة المعركة، وده معناه إن الطائرة ممكن تواجه تهديدات ما شافتهاش أصلاً. علشان كده ظهرت فكرة أساسية في العقيدة العسكرية الحديثة، وهي إن المعركة الجوية لازم يكون ليها عين كبيرة بتراقب السماء بالكامل وتكشف أي طائرة أو صاروخ قبل ما يوصل لمنطقة القتال. العين دي هي طائرات الإنذار المبكر والسيطرة الجوية، ومن أهم الطائرات دي في القوات الجوية المصرية الطائرة الأمريكية E-2 سي هوك آي. الطائرة دي مختلفة تماماً عن المقاتلات التقليدية، لأنها مش مصممة للقتال المباشر، لكن مصممة تكون مركز قيادة طائر في السماء. لو بصيت للطائرة هتلاحظ وجود الرادار الدائري الكبير فوق جسم الطائرة، واللي بيميزها عن أي طائرة أخرى. وده مش مجرد شكل مميز، لكنه في الحقيقة واحد من أهم الأنظمة الإلكترونية في الحرب الجوية. الرادار ده قادر يراقب مساحات شاسعة من السماء والبحر في نفس الوقت، ويكتشف الطائرات المعادية من مسافات بعيدة جداً قبل ما تدخل مجال الاشتباك. بمعنى أبسط، الطائرة دي بتشوف المعركة من فوق وتبعت المعلومات لباقي الطائرات، لكن دورها ما بيوقفش عند الكشف فقط. داخل الطائرة يوجد فريق كامل من الضباط والمشغلين اللي بيعملوا على تحليل المعلومات اللي بيجمعها الرادار، وبعد كده بيقوموا بتوجيه المقاتلات المصرية نحو الأهداف المعادية. يعني بدل ما كل طيار يعتمد على راداره الخاص فقط، بيكون عنده مركز قيادة في السماء بيديله صورة كاملة عن المعركة، ويقول له بالظبط فين الهدف وإزاي يقترب منه. الأسلوب ده بيسمى في العلوم العسكرية إدارة المعركة الجوية، وهو واحد من أهم عناصر التفوق في الحروب الحديثة. القوات الجوية المصرية تمتلك عدة طائرات من طراز E-2 هوك آي، تم تطويرها عبر السنين لتصل إلى النسخة الحديثة المعروفة باسم هوك آي 2000، واللي حصلت على تحديثات كبيرة في الرادارات وأنظمة القيادة والسيطرة. التحديثات دي خلت الطائرة قادرة تتعامل مع أهداف أكتر في نفس الوقت، وتربط المعلومات بين الطائرات المختلفة داخل شبكة قتالية واحدة. وده يقودنا لمفهوم مهم جداً في الحرب الجوية الحديثة، وهو مفهوم الحرب الشبكية. في الماضي كانت كل طائرة بتقاتل تقريباً بشكل مستقل، لكن اليوم الطائرات والمروحيات والرادارات الأرضية والأقمار الصناعية كلها بتكون جزء من شبكة معلومات واحدة، وكل عنصر فيها بيشارك البيانات مع العناصر الأخرى في الوقت الحقيقي. وده بالضبط الدور اللي بتلعبه طائرات الإنذار المبكر. هي ببساطة العقل اللي بيدير المعركة الجوية. لكن الصورة ما بتوقفش عند الطائرات فقط، لأن أي سلاح جو قوي لازم يمتلك أيضاً شبكة كبيرة من الرادارات الأرضية المنتشرة على مسافات بعيدة، واللي بتكمل عمل طائرات الإنذار المبكر وتدي صورة أكثر دقة عن المجال الجوي. الرادارات الأرضية دي قادرة ترصد الطائرات والصواريخ على ارتفاعات مختلفة، وترسل المعلومات فوراً لمراكز القيادة الجوية، ومنها تنتقل البيانات إلى الطائرات المقاتلة في السماء. النتيجة النهائية إن المعركة الجوية الحديثة ما بقتش مجرد مواجهة بين طيارتين في السماء، لكنها أصبحت شبكة معقدة من المعلومات والأنظمة الإلكترونية. وفي الشبكة دي طائرات الإنذار المبكر زي E-2 سي هوك آي تلعب دور أساسياً، لأن بدون دي الطائرات تصبح المقاتلات في السماء كأنها تقاتل بعين واحدة فقط. لكن حتى مع وجود هذه الأنظمة المتقدمة، تظل هناك قوة أخرى لا تقل أهمية في أي سلاح جو حديث. قوة لا تعمل على ارتفاعات شاهقة مثل المقاتلات، لكنها تلعب دورا حاسما في المعارك البرية والبحرية، وهي المروحيات الهجومية. لما بنتكلم عن القوة الجوية لأي دولة، أغلب الناس بتفكر مباشرة في الطائرات المقاتلة السريعة اللي بتحلق على ارتفاعات عالية، لكن الحقيقة إن جزء كبير من القوة الجوية الحديثة بيكون أقرب للأرض بكتير، وهو سلاح المروحيات. المروحيات العسكرية بتلعب دور مختلف تماماً عن المقاتلات، لأنها مصممة للعمل على ارتفاعات منخفضة جداً والاقتراب من أرض المعركة والتعامل المباشر مع الأهداف اللي بتواجه القوات البرية. وده بالضبط السبب اللي بيخلي أي جيش حديث بيعتمد بشكل كبير على المروحيات الهجومية والنقل العسكري في العمليات القتالية.
القوات الجوية المصرية بتمتلك واحد من أكبر أساطيل المروحيات العسكرية في المنطقة، والأسطول ده بيجمع بين مروحيات هجومية متخصصة في القتال ومروحيات نقل ثقيل قادرة تنقل القوات والمعدات لمسافات طويلة. أحد أهم أعمدة هذا الأسطول هي المروحية الأمريكية الشهيرة AH-64 أباتشي. الأباتشي تعتبر واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم، وظهرت لأول مرة في الجيش الأمريكي خلال الثمانينات، ومن وقتها أصبحت رمزاً للقوة الجوية القريبة من أرض المعركة. الميزة الأساسية في الأباتشي إنها مصممة أساساً لمهمة واحدة رئيسية، وهي تدمير الدبابات والمدرعات. المروحية مزودة بمدفع رشاش ثقيل في مقدمتها، بالإضافة إلى صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ غير موجهة تستخدم في ضرب تجمعات القوات والمركبات. لكن أهم ما يميز الأباتشي هو أنظمة الاستهداف المتقدمة الموجودة فيها، واللي تسمح للطاقم باكتشاف الأهداف وتدميرها حتى في الليل أو في الظروف الجوية الصعبة. القوات الجوية المصرية بتمتلك عشرات المروحيات من هذا الطراز، وتم تطوير جزء كبير منها في السنوات الأخيرة إلى النسخة الأحدث AH-64A، واللي حصلت على أنظمة إلكترونية أكثر تطوراً وقدرة أفضل على الاتصال بباقي عناصر المعركة. لكن الأسطول المصري لا يعتمد على المروحيات الأمريكية فقط. هناك أيضاً المروحية الروسية الهجومية كاموف KA-52. ال KA-52 تعتبر واحدة من أحدث المروحيات الهجومية الروسية، وتتميز بتصميم مختلف عن معظم المروحيات الأخرى في العالم، لأن المروحية تستخدم نظام المراوح المزدوجة المتعاكسة بدل المروحة الخلفية التقليدية. التصميم ده بيدي المروحية قدرة عالية على المناورة والثبات أثناء القتال، وده مهم جداً في المعارك القريبة. ال KA-52 مزودة أيضاً بأنظمة رادار واستهداف حديثة، وقادرة على حمل صواريخ موجهة ضد الدبابات والسفن، وحتى الأهداف الجوية منخفضة الارتفاع. وجود مروحيات الأباتشي والكي 52 داخل نفس الأسطول المصري يضيف بعد مهم جداً للقوة القتالية، لأن كل مروحية لها فلسفة تصميم مختلفة وتكتيكات استخدام مختلفة، وده بيزيد من مرونة القوات الجوية في العمليات المختلفة. لكن المروحيات في سلاح الجو المصري لا تقتصر على القتال فقط. هناك نوع آخر من المروحيات يلعب دورا حاسما في أي عملية عسكرية كبيرة، وهو النقل الجوي الثقيل. وأبرز مثال على ذلك المروحية الأمريكية العملاقة CH-47 تشينوك. التشينوك تعتبر واحدة من أشهر مروحيات النقل العسكري في العالم، وتميزها سهل جدا بسبب تصميمها الفريد اللي يعتمد على مروحتين كبيرتين في مقدمة ومؤخرة الطائرة. الميزة الأساسية في هذه المروحية هي قدرتها على حمل أوزان ضخمة من المعدات أو الجنود لمسافات طويلة، وده يجعلها عنصر مهم جداً في عمليات نقل القوات والإمدادات بسرعة. في العمليات العسكرية الحديثة، المروحيات زي تشينوك ممكن تنقل وحدات كاملة من القوات الخاصة أو مركبات عسكرية خفيفة أو معدات ثقيلة إلى مناطق بعيدة خلال وقت قصير جداً، وده بيخليها أداة أساسية في العمليات السريعة والإنزال الجوي. عند جمع هذه العناصر معاً، سنجد أن أسطول المروحيات في القوات الجوية المصرية يوفر قدرة كبيرة على تنفيذ مهام متعددة، من دعم القوات البرية في أرض المعركة إلى نقل الجنود والمعدات الثقيلة، إلى تنفيذ عمليات خاصة في مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية. لكن رغم كل هذه القدرات القتالية، تظل هناك مهمة أخرى لا تقل أهمية في أي سلاح جو حديث، وهي القدرة على نقل القوات والإمدادات عبر مسافات طويلة. وهنا يظهر دور عنصر آخر مهم في القوات الجوية المصرية، وهو أسطول النقل الجوي العسكري. لما بنتكلم عن القوة الجوية لأي دولة، أغلب الناس بتركز على المقاتلات والمروحيات الهجومية، لكن في الحقيقة في عنصر تاني بيكون أحياناً أهم من القتال نفسه، وهو القدرة على الحركة. أي جيش مهما كان قوي، لو ما عندوش قدرة ينقل قواته ومعداته بسرعة من مكان لمكان، يبقى عنده مشكلة كبيرة في إدارة المعارك الحديثة. وهنا يظهر دور عنصر أساسي في القوات الجوية المصرية، وهو أسطول النقل الجوي العسكري. الأسطول ده هو المسؤول عن نقل الجنود والمعدات والذخائر والإمدادات عبر مسافات طويلة، سواء داخل مصر أو خارجها، وده عنصر حاسم في أي عملية عسكرية كبيرة أو في عمليات الدعم اللوجستي. القوات الجوية المصرية تمتلك مجموعة متنوعة من طائرات النقل العسكري، لكن أهم وأشهر هذه الطائرات هي الطائرة الأمريكية لوكهيد C-130 هيركوليس. تعتبر واحدة من أشهر طائرات النقل العسكري في العالم، ودخلت الخدمة لأول مرة في خمسينات القرن الماضي.
لكنها أثبتت نجاحها بشكل كبير، لدرجة إن عشرات الدول ما زالت تستخدمها حتى اليوم. الميزة الأساسية في هذه الطائرة هي قدرتها على العمل في ظروف مختلفة جداً، فهي قادرة على الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة أو غير مجهزة، وده يجعلها مناسبة للعمل في المناطق الصحراوية أو القواعد العسكرية الصغيرة. الطائرة قادرة على نقل أعداد كبيرة من الجنود أو شحنات ضخمة من المعدات العسكرية، كما يمكن استخدامها في عمليات الإسقاط الجوي للمظليين أو إسقاط المعدات والإمدادات للقوات الموجودة على الأرض. القوات الجوية المصرية تمتلك عدداً كبيراً من طائرات سي 130، وده بيمنحها قدرة قوية على دعم العمليات العسكرية وتحريك القوات بسرعة عبر مسافات كبيرة داخل الأراضي المصرية أو في محيطها الإقليمي. لكن مع تطور التكنولوجيا العسكرية، ظهرت نسخة أحدث وأكثر تطوراً من هذه الطائرة، وهي سي 130 جي سوبر هيركوليس. النسخة الجديدة دي حصلت على تحديثات كبيرة في أنظمة الطيران والإلكترونيات، بالإضافة إلى محركات أكثر كفاءة، وده بيمنحها مدى أطول وقدرة أفضل على حمل الشحنات الثقيلة. إدخال هذه الطائرات إلى الخدمة داخل القوات الجوية المصرية يمثل خطوة مهمة في تحديث أسطول النقل الجوي، لأنه يضيف قدرات أكثر تطوراً في مجالات القيادة والسيطرة والاتصالات أثناء العمليات. لكن أسطول النقل الجوي المصري لا يقتصر فقط على طائرات هيركوليس، هناك أيضاً طائرات نقل عسكرية أوروبية حديثة تلعب دوراً مهماً في العمليات اللوجستية، وأبرزها الطائرة الإسبانية إيرباص سي 295 ال سي 295. تعتبر طائرة نقل متوسطة الحجم، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، من نقل الجنود والمعدات إلى مهام الاستطلاع والمراقبة البحرية. الميزة الكبيرة في هذه الطائرة هي كفاءتها في استهلاك الوقود وقدرتها على العمل من مدارج قصيرة، وده يجعلها مناسبة للعمليات اليومية ونقل الإمدادات بين القواعد الجوية المختلفة. إلى جانب ذلك، تمتلك مصر أيضاً طائرات نقل ثقيلة من مصادر مختلفة، مثل الطائرة الروسية إليوشين IL-76، والتي تستخدم في نقل الشحنات الثقيلة لمسافات طويلة، بالإضافة إلى طائرات نقل أخرى تستخدم في مهام الدعم واللوجستيات. عند جمع كل هذه الطائرات معاً، يتضح أن القوات الجوية المصرية لا تعتمد فقط على الطائرات المقاتلة، لكنها تمتلك أيضاً قدرة كبيرة على الحركة السريعة ونقل القوات والمعدات، وده عنصر مهم جداً في أي جيش حديث، لأن القدرة على نقل القوات بسرعة قد تكون أحياناً هي العامل الحاسم في نجاح العمليات العسكرية. لكن في السنوات الأخيرة بدأ يظهر عنصر جديد تماماً في الحروب الحديثة، عنصر غير شكل المعارك الجوية في العالم كله، وهو الطائرات بدون طيار. في العقود الماضية كانت القوة الجوية تقاس بعدد المقاتلات وسرعتها ومدى صواريخها، لكن في السنوات الأخيرة ظهر عنصر جديد غير شكل الحروب بالكامل، عنصر لا يجلس فيه طيار داخل طائرة أصلاً. العنصر ده هو الطائرات بدون طيار. المسيرات أصبحت اليوم جزء أساسي من أي حرب حديثة، لأن تكلفتها أقل بكثير من المقاتلات التقليدية، لكنها في نفس الوقت قادرة تنفذ مهاماً معقدة جداً، مثل الاستطلاع الدقيق، المراقبة المستمرة لساحات القتال، وحتى تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف بعيدة. الميزة الأساسية في الطائرات بدون طيار إنها قادرة تظل في الجو لساعات طويلة جداً، أحياناً أكثر من 20 ساعة متواصلة، وده يسمح للقادة العسكريين بمتابعة أرض المعركة لحظة بلحظة بدون المخاطرة بحياة الطيارين. ولهذا السبب بدأت معظم الجيوش في العالم الاستثمار بكثافة في هذا المجال، ومصر ليست استثناء من هذا الاتجاه. في السنوات الأخيرة بدأت القاهرة تتحرك بقوة نحو تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، سواء من خلال شراء أنظمة حديثة من الخارج أو من خلال التعاون الصناعي والتصنيع المحلي. أحد أهم التطورات في هذا الملف كان التقارب العسكري بين مصر وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية، خصوصاً في قطاع الطائرات بدون طيار. ومن أشهر المسيرات المرتبطة بهذا التعاون الطائرة التركية الثقيلة بيركتار أكينشي. الأكينشي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات المسيرة تقدماً في العالم حالياً، وهي مصممة لتكون مسيرة ثقيلة قادرة على تنفيذ مهام متعددة، من الاستطلاع إلى الضربات الجوية بعيدة المدى. الميزة الأساسية في هذه الطائرة إنها تستطيع التحليق على ارتفاعات عالية لفترات طويلة، وتحمل مجموعة متنوعة من الذخائر الموجهة بدقة،
سواء ضد أهداف أرضية أو ضد أهداف بحرية، كما أنها مزودة بأنظمة استشعار متقدمة تسمح لها بمراقبة مناطق واسعة وإرسال المعلومات مباشرة إلى مراكز القيادة العسكرية. وجود مثل هذه الطائرات داخل أي قوة جوية يضيف بعد جديد تماماً في إدارة العمليات العسكرية، لأن المسيرات تستطيع العمل لساعات طويلة في مناطق خطرة بدون الحاجة لتعريض الطيارين للخطر. لكن المفاجأة الأكبر في الملف ده ليست فقط في شراء الطائرات المسيرة، بل في محاولة تصنيعها محلياً. في المعارض العسكرية التي أقيمت في مصر خلال السنوات الأخيرة، ظهرت عدة نماذج لطائرات بدون طيار تم تطويرها داخل مصر بالتعاون مع جهات صناعية عسكرية. ومن أبرز هذه المشاريع عائلة الطائرات المسيرة المعروفة باسم جابر UA. في الطائرات دي تم تصميمها لتنفيذ مهام متعددة، من الاستطلاع والمراقبة إلى تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام ذخائر موجهة. بعض النسخ من هذه الطائرات تم تطويرها لتكون قادرة على الطيران لمسافات طويلة جداً، وهو ما يسمح لها بمراقبة مناطق واسعة أو تنفيذ مهام استطلاع بعيدة عن القواعد الجوية. الميزة الأهم في هذه المشاريع أنها تمثل خطوة في اتجاه مهم جداً بالنسبة لمصر، وهو الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع، لأن امتلاك القدرة على تصنيع الطائرات بدون طيار محلياً يعني أن الدولة تستطيع تطوير هذه الأنظمة وتعديلها وفق احتياجاتها العسكرية الخاصة بدون الاعتماد الكامل على الخارج. ومع تطور هذا القطاع بسرعة كبيرة في العالم، من المتوقع أن تلعب الطائرات بدون طيار دوراً أكبر بكثير في العمليات العسكرية خلال السنوات القادمة. وفي هذا السياق، تحاول مصر أن تبني لنفسها موقعاً داخل هذا المجال المتطور، سواء عبر التعاون مع شركاء دوليين أو عبر تطوير قدرات صناعية محلية. لكن رغم كل التطورات التي تحدث اليوم في مجال المسيرات، يظل السؤال الأكبر مرتبطاً بمستقبل الطيران العسكري نفسه. هل ستكتفي مصر بتحديث أسطولها الحالي من المقاتلات؟ أم أنها قد تدخل يوماً ما في تصنيع طائرات مقاتلة حديثة داخل أراضيها؟ بعد ما استعرضنا حجم القوات الجوية المصرية وتنوع المقاتلات وقوة المروحيات وتطور الطائرات بدون طيار، يظهر سؤال مهم جداً بيطرحه كتير من المتابعين للشؤون العسكرية: هل يمكن أن تصل مصر في يوم من الأيام إلى مرحلة تصنيع الطائرات المقاتلة؟ السؤال ده مش بسيط، لأن تصنيع طائرة مقاتلة حديثة يعتبر واحد من أصعب الصناعات العسكرية في العالم، وبيحتاج منظومة صناعية معقدة تشمل تصميم الطائرة وتصنيع المحركات وأنظمة الرادار والإلكترونيات المتقدمة، بالإضافة إلى شبكة ضخمة من الشركات والمصانع المتخصصة. لكن في السنوات الأخيرة بدأت تظهر مؤشرات تشير إلى أن مصر تحاول توسيع دورها في مجال الصناعات الجوية العسكرية، سواء من خلال الشراكات الصناعية أو من خلال نقل التكنولوجيا. أحد المشاريع اللي بيتم الحديث عنها في هذا السياق هو الطائرة الكورية الجنوبية KAI-FA-50 Fighting Eagle. ال FA-50 هي طائرة خفيفة متعددة المهام تم تطويرها في كوريا الجنوبية، وتستخدم في عدة دول حول العالم كمقاتلة خفيفة وطائرة تدريب متقدم في نفس الوقت. الميزة الأساسية في هذه الطائرة إنها أقل تكلفة بكتير من المقاتلات الثقيلة مثل الرافال أو ال F-16، لكنها ما زالت قادرة على تنفيذ مهام القتال الجوي والهجوم الأرضي باستخدام صواريخ وقنابل موجهة. في السنوات الماضية ظهرت تقارير تشير إلى وجود اهتمام مصري بالتعاون مع كوريا الجنوبية في مجال تصنيع أو تجميع هذه الطائرة داخل مصر، وهو ما قد يمثل خطوة مهمة في نقل الخبرة الصناعية إلى قطاع الطيران العسكري المصري. لكن الطائرة الكورية ليست الخيار الوحيد اللي تم تداوله. هناك أيضاً عروض قدمتها الهند في السنوات الأخيرة تتعلق بالمقاتلة الخفيفة HALTAJ ASLTAJ. AS تعتبر أول مقاتلة يتم تطويرها محلياً في الهند، وهي طائرة خفيفة مصممة للقيام بمهام الدفاع الجوي والهجوم الأرضي. الهند عرضت على عدة دول التعاون في إنتاج هذه الطائرة أو نقل جزء من صناعتها، وظهرت تقارير إعلامية تحدثت عن اهتمام مصري بدراسة هذا العرض. لكن حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي عن توقيع أي اتفاق في هذا المجال. إلى جانب هذه المشاريع، ظهرت أيضاً أحاديث في وسائل الإعلام عن إمكانية التعاون مع تركيا في برنامج المقاتلة الشبحية الجديدة TAI KAAN. الطائرة التركية KAAN
هي مشروع مقاتلة من الجيل الخامس. تعمل تركيا على تطويره حالياً ليكون بديلاً للطائرات المقاتلة الحديثة في المستقبل. لكن من المهم توضيح نقطة أساسية هنا. حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي يؤكد دخول مصر في برنامج KAAN أو مشاركتها في تطوير هذه الطائرة، وكل ما تم تداوله في هذا السياق يبقى في إطار التقارير الإعلامية أو التوقعات. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام للصناعات العسكرية في مصر يشير إلى توسع تدريجي في مجال التصنيع الدفاعي، خصوصاً في مجالات مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة الإلكترونيات العسكرية، وتصنيع أجزاء من الطائرات بالتعاون مع شركات دولية. هذا النوع من التعاون الصناعي قد يكون الخطوة الأولى في طريق أطول نحو بناء قاعدة صناعية قادرة في المستقبل على المشاركة في تطوير طائرات عسكرية أكثر تعقيداً. لكن حتى لو لم تصل مصر في الوقت الحالي إلى مرحلة تصنيع مقاتلة كاملة بشكل مستقل، فإن ما يحدث اليوم يشير إلى تحول مهم في فلسفة التسليح. فبدلاً من الاعتماد الكامل على شراء السلاح من الخارج، بدأت مصر تتحرك تدريجياً نحو امتلاك جزء أكبر من التكنولوجيا والخبرة الصناعية داخل أراضيها. وهذا التحول قد يكون واحداً من أهم التطورات في مستقبل القوات الجوية المصرية خلال السنوات القادمة. لكن بعد كل ما رأيناه من أرقام وطائرات وصفقات ومشاريع مستقبلية، يبقى السؤال الأخير: ما هي القوة الحقيقية للقوات الجوية المصرية اليوم؟ وهل يمكن اعتبارها بالفعل واحدة من أقوى القوى الجوية في المنطقة؟ لو جمعنا كل اللي شفناه في الحلقة دي مع بعض، هنكتشف إن القوات الجوية المصرية النهاردة مش مجرد مجموعة طيارات مقاتلة وخلاص، لكنها منظومة كبيرة ومعقدة اتبنت على مدار عقود طويلة. منظومة بتجمع مدارس تسليح مختلفة وتكنولوجيا من دول متعددة، لكن في النهاية كلها بتشتغل داخل شبكة واحدة، هدفها الأساسي حماية المجال الجوي المصري ودعم قوة الدولة العسكرية. المنظومة دي فيها مقاتلات أمريكية زي F-16 فاينتنج فالكون اللي شكلت لسنوات طويلة العمود العددي لسلاح الجو المصري، وفيها مقاتلات أوروبية حديثة زي داسورا فال اللي أضافت قدرات متقدمة في القتال الجوي والضربات بعيدة المدى، وفيها كمان طائرات روسية زي ميج 29M اللي بتضيف بعد آخر للتنوع التسليحي داخل المنظومة الجوية. إلى جانب المقاتلات، تمتلك مصر شبكة كاملة من عناصر القوة الجوية، من طائرات الإنذار المبكر اللي بتدير المعركة في السماء، إلى المروحيات الهجومية اللي تدعم القوات البرية في أرض المعركة، إلى أسطول النقل العسكري اللي بيقدر ينقل الجنود والمعدات لمسافات طويلة، وصولاً إلى الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار اللي بدأ يغير شكل الحروب الحديثة. كل العناصر دي مع بعض بتشكل قوة جوية متكاملة مبنية على 3 أفكار أساسية: التنوع في مصادر السلاح، والمرونة في إدارة العمليات، والتطوير المستمر للقدرات العسكرية. لكن رغم كل القدرات دي، مستقبل القوة الجوية المصرية ما زال مفتوح على احتمالات أكبر، لأن العالم العسكري بيتغير بسرعة، والتكنولوجيا بتتطور كل سنة، والدول اللي بتريد تحافظ على قوتها لازم تفضل في حالة تطوير دائم. ولهذا السبب بدأت مصر في السنوات الأخيرة تتحرك نحو توسيع قدراتها في مجال الصناعات العسكرية، سواء في تطوير الطائرات بدون طيار، أو في التعاون الصناعي مع شركات عالمية، أو في دراسة مشاريع جديدة قد تنقل جزءاً من صناعة الطيران العسكري إلى داخل مصر. الطريق ده ما زال طويل، لكن المؤكد إن الاتجاه واضح. القوات الجوية المصرية لم تعد تفكر فقط في شراء الطائرات، بل بدأت تفكر أيضاً في المشاركة في صناعتها. ولهذا يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستكتفي مصر بما تمتلكه اليوم من قوة جوية كبيرة ومتنوعة؟ أم أننا سنشهد في السنوات القادمة ظهور مرحلة جديدة تماماً؟ مرحلة قد نرى فيها يوماً ما طائرة مقاتلة حديثة تحمل عبارة واحدة فقط على جسمها: صنع في مصر. هذا ما ستكشفه السنوات القادمة، وحتى يحدث ذلك ستظل السماء المصرية واحدة من أكثر المجالات الجوية قوة وتعقيداً في المنطقة.